السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا يا رب. النهارده هعمل لكم كبده بالليه، متحمره بالليه. وهعمل كفته ان شاء الله النهارده، كفته الحاتي ان شاء الله يا بنات، زي بتاعه الحاتي بالظبط ان شاء الله وافضل كمان. فربنا يسهل وانتم معايا خطوه بخطوه. هفرم بصله واحده بس وفصين توم للكفته وارجع لكم تاني. وبعد يا حبايبي ما فرمت البصله كويس قوي مع فصين التوم، هحط شويه صغيرين شبت وبقدونس وكزبره، وهفرمهم تاني مع ايه بقى؟ مع حته لحمه. هي مش اللحمه مش لازم تتفرم تاني، بس انا بحب ايه تكون ناعمه شويه يعني. هعمل نص ناعم يا بنات ونص لا. كده حطيت اللحمه المفرومه، اغطي عليها. وزي ما قلت لكم يا بنات، فرمت النص والنص لا، يعني نص اهو ما اتفرمش خالص اهو. هحطها كلها في بعض. بعد ايه بقى؟ هنحط الملح وشويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه كزبره وشويه اللهم صل على النبي، هيل مطحون اللي هو الحبهان يا بنات. وطبعا هحط شويه معلقه صغيره من السبع بهارات، وهعجنها كلها في بعضها كده حلو قوي. واغطيها يا بنات، واغطيها عجينه حلوه قوي قوي، واغطيها يا بنات واسيبها ترتاح شويه. وانا بعجنها يا بنات اتذكرت البنجر اللي احنا عاملينه مع بعض بودر، جبت منه شويه اهو. طبعا هو مفيد جدا جدا وعشان كده انا بحطه، وكمان بيخلي اللون حلو. وده شويه سماق يا بنات، حبه صغيرين برضو. وهنعجن كله في بعضه تاني، واغطيها بكيس واسيبها ترتاح شويه. هاجي هنا بقى يا بنات عند المكرونه بتاعتي. طبعا انا كنت مكسره المكرونه ومجهزاها وغليت الميه. هحط بس المكرونه وارجع لكم تاني عشان ماسكه الموبايل بايد واحده. بعد يا بنات ما حطيت المكرونه في الميه اللي بتغلي، هحط فيها شويه ملح. ده لان عندي حفيد صغير بيحب المكرونه كده بيضه، ما بيحبش فيها تسبيك، وهحط فيها نقطه زيت. فانا اضطريت احط ملح عشان يبقى لها طعم يعني. طفل صغير وكده فقلت اطعمها له يعني، فحطيت نقطه ملح صغيره. هسيب المكرونه مع نفسها تستوي وارجع تاني اشوف الكبده والكفته بتاعتي. وبعد يا بنات شويه تذكرت كمان ان في هنا بقسماط عندي الحمد لله. في ناس بيحطوا عيش مبلول يا بنات، وفي ناس بتحط بقسماط، والاتنين كويسين يعني. في ناس بتزودها بالعيش المبلول وعادي خالص. هعجنها تاني في بعضها برضو واسيبها ترتاح شويه تاني. عايزه اوريكم حاجه يا بنات، انا لقيت البنجر طعمه اصلا مسكر وجميل قوي. احنا كنا عاملينه بودر مع بعض هنا على القناه بتاعتنا برضو، فزودته دلوقتي شويه. شايفين لون البنجر في الكفته يا بنات؟ جميل قوي قوي، عطاها لون جميل جدا. زي ما قلت لكم هنغطيها. اللي عايز يغطيها باسترتش يغطي، اللي يغطي بكيس يغطي. بلاش يا جماعه ورق الالومنيا نهائي في الاكل، بلاش والله، غلط جدا والله. وهدخل بقى على الكبده بتاعتي. بفصصها لها توم طبعا كتير. هقطع التوم وارجع لكم تاني. هاجي هنا بقى يا بنات علشان احمر الكبده، او نعمل الكبده مع بعض. هقول لكم نعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا كان عندي في التلاجة ليا، بدأت تتحمر بحتتين ليا يا بنات، مش بدهون خالص يعني، ليا منها فيها يعني. وطبعا الجزار جايب فيها برضو ليا. هنقطعها ونسيبها تتسيح شوية على النار لغاية ما اللية دي تسيح شوية، وارجع لكم تاني. هي طبعا هتجيب الدهون بتاعتها اللي هنحمر فيها الكبدة. وبعد يا بنات ما اللية جابت الدهون بتاعتها شوية، هرص الكبدة زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
هرص اللي يا بنات بالشكل ده في الطبق بتاعي، في الصينيه بتاعتي. وتوم طبعا كتير يا بنات، هرشه كده توم ني في ني اهو عليه من فوق. وهرش فلفل الوان على فلفل حامي، بس مقطع الحامي كبير شويه عشان الاطفال الصغيرين ما فيش حاجه يعني تدخل في بقهم ويعيطوا ولا حاجه. الكبده ما بتحبش البهارات يا بنات، حاطه كمون وملح بس. انا عشان بحب احط الفلفل الاسود، مع ان انا عارفه ان هو ضرر جدا، بس حطيت شويه فلفل اسود وكمون وملح. انتوا ما تكتروش الفلفل الاسود يا بنات في اي اكل كده بس يا بنات. واغطي عليها واسيبها تستوي مع نفسها برضو. هغطي عليها يا بنات كويس واسيبها تستوي مع نفسها كده، وان شاء الله تخلص. بعد يا حبايبي ما ريحت عجينه الكفته شويه زي ما قلنا، هرجع اعجنها تاني، لان انا كنت زودتها بودره اللهم صل على النبي البنجر عشان فوائده كتير يا بنات. ولقيت عندي ايه كمان بقى، انا كنت عامله امبارح معاكم ايه، بودر الكركديه. امبارح بس كنت عامله معاكم بودر الكركديه، هحط شويه منه، حاجات بسيطه كده. طبعا الكركديه يا جماعه كلها فوائد، يعني نعرف بينقي الدم من حاجات كتير، وبيقول لك اللي يشرب كوبايه كركديه يوميا يقين للسرطانات، يعني مش عايزين اكتر من كده. الحمد لله رب العالمين. حطيت بودر البنجر وبودر الكركديه يا بنات اهو شويه، طعمته بس يعني. وعجنته كويس جدا مع اللهم صل على النبي البقسماط، شويه البقسماط. واللي عايز يحط عيش يا بنات، واللي عايز يحط عيش يحط عيش عادي. هنصبعه بقى ازاي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا بنات، هو بيحب الكربوناتو علشان ما تبقاش تحس ان هي إيه تقيله، تبقى خفيفه كده. فاللي عنده كربوناتو يحط. انا والله قصدي باكنج باودر او كربوناتو برضو، بس باكنج باودر انا ما لقيتش. هعمله زي كده يا بنات كده. هعمل بعد واحده كده، وهعمل برضو ايه الصوابع اللي احنا كلنا متعودين عليها، اللي هي الطويله برضو، بتتلف برضو على شكل كوره الاول. طبعا انا هكبرها يا بنات، لان انتوا عارفين اللحمه المفرومه دي بتبقى اغلبها دهون بتسيح، ما بتبقاش لحمه يعني. هعملها زي كوره كده يا بنات. المفروض يبقى فيه سيخ نصبع عليه، او قلم، ممكن قلم جاف تصبعوا عليه. انا ما عنديش قلم دلوقتي. هصبع بدي بالشيش طاووق، بالخله بتاعت الشيش طاووق يا بنات كده. ليه بقى؟ انا لو كنت حطيت كربونات او بيكنج باودر ما كنتش هحتاج اعمل كده بالشكل ده يا بنات. وهطلعها كده، بتبقى مفتوحه من هنا كده زي ما انتم شايفين كده. يا رب تكون واصله لكم. وطبعا التليفون معلقاه في المطبخ من فوق عشان اوريكم بعد واحده كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يطعم الجميع يا رب من كل خير كده يا بنات اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وممكن طريقة تانية هي بنات من غير ما نعملها كورة ولا حاجة، صباع على طول كده. خلي بالكوا ده هيصغر خالص لان الدهون اللي فيها تسيح. وهنعمل كده، هنعمل تهوية بس عشان صباع الكفتة ما يبقاش ايه يا بنات يا حبايبي مكتوم. شايفين يا بنات فتحته كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله يا محمد. نفس القصه يا بنات تاني اهو. شايفين؟ بصوا خرجتها من الناحيه التانيه عشان تشوفوه، المفروض ما يخرجش بس انا خرجته من الناحيه التانيه عشان انتوا تشوفوه وتعرفوا تعملوا زيه اهو يا بنات. دهن الصينيه طبعا زيت، والمفروض ابل ايدي كل شويه زيت عشان اللحمه اهي يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. بعجنها بايدي تاني
واعملها كوري يا بنات كده. اللي عايز يا حبايبي يحط رغيف عيش او رغيفين عيش يكتر بيه اللحمه والكفته عادي خالص خالص. بتجيب العيش وتبليه ميه ولما يبوش خالص وتضربيه في الكبه مع اللحمه مع الخضار مع البصله، كله بيدخل جوه بعضه ما بيبانش، والله فعلا ما بيبانش. بس ايه، انا ما كانش عندي العيش النهارده، كان عندي بقسماط فعملت بقسماط يا حبايبي. بصوا عملتها كرة الاول وبعدين بططت عليها كده، عملتها صباع كفته طويله اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بقلم جاف، بقلم رصاص، بخله، باي حاجه بنفتحها كده علشان نهويها. شايفين الخرم ده يا بنات ما بتبقاش مكتومه. اللي حاطط بقى بيكنج بودر، قصدي كربوناتو، بيكنج بودر او كربوناتو، ما ايه مش ضروري يخرمها لان هي بتبقى هشه وخفيفه وما بتبقاش مكتومه يعني. هريحكم شويه عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم وارجع لكم تاني يا بنات. التليفون مش راضي يقفل. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي يا بنات بعد ما صبعت الكفته كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الطويله طبعا بالخله، فتحتها علشان تبقى متهويه لان ما فيهاش بيكنج باودر. وعملت بقى لاولادي واحفادي اشكال هم طلبوها مني، اعمل لي عروسه يا تيتا، اعملي لي شجره يا تيتا. عملت دي على شكل شجره والله اعلم، ودي على شكل نجمه، ودي شكل عروسه. بصوا انا عملتها كده وكده، هم لسه اطفال مش عارفين حاجه بس فرحانين قوي وكانوا بيعملوا معايا. بعد ما خلاص طبعناها خلاص هنحطها على النار، بس نشوف المكرونه الاول. صينيه الكبده، هنقلب الكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ليه بقى كنت حاطه التوم فوق يا بنات؟ عشان هو بيتحط على الكبده قبل ما الكبده تطلع بشويه، بس فانا ايه خليته فوق منه يعمل ريحه حلوه. اي شكل، اي زفاره، اي ريحه الكبده طبعا التوم طبعا بيشيل اي ريحه مش حلوه يا بنات في الكبده، يعني في ريحه ساعات زفاره كده هي بقى بتشيلها خالص. الطعم تحفه والله. بسم الله ما شاء الله، والله اكبر. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا بنات شكلها جميل ازاي. هرجع اغطي عليها تاني. اغطي عليها بايه بقى المره دي؟ بالصينيه اللي عملنا فيها الكفته اهي. هغطيها بس كده واسيب الكبده تستوي براحتها والكفته فوق. بعد الكبده هخلص الكفته على طول لان مش هعملها في الفرن، هعملها فوق البوتاجاز النهارده. بعد يا بنات ما غطينا على الكبده بسم الله ما شاء الله، رحنا على الكفته. لسه مولعه عليها دلوقتي يا بنات اهي. اول ما احس ان الزيت اللي انا كنت جايباه في الصينيه غلي زي ما انتم شايفين كده، بضيف عليها كوبايه من الميه. ويستحسن تكون شوربه، بس انا والله ما عنديش شوربه النهارده، كنت دايما بحطها في الفريزر خلصت. واغطي عليها يا بنات وهي كده على النار الكفته. هروح بقى للمكرونه في نفس الحله اللي عملت فيها المكرونه، سلقت فيها. هحط الزيت بتاعي، البصله والثوم وقرن فلفل حامي كبير مع قطع كبير عشان الاطفال الصغيرين ما يحسوش بالحراره بتاعته. وهصفرها وارجع لكم تاني. بعد ما صفرت البصله يا بنات هحط فيها صلصه. انا النهارده اعملها بصلصه مش بطماطم. كنا عاملين الصلصه مع بعض برضو يا بنات في الفريزر. حطيت الصلصه، احط شويه ميه عليها. وبعد يا بنات ما حطيت شويه ميه على الصلصه اللي احنا كنا مسبكينها في التلاجة بتاعتنا، معايا هنا فلفل كمون، بودرة بنجر، بودرة كركديه برضو من اللي احنا عاملينها مع بعض، والبنجر احنا عاملينه مع بعض، وشوية فلفل اسود صغيرين وشوية كمون يا بنات اهو. وهحط معلقة ملح، اقلبها ببعضيها واسيبها لما تستوي شوية واحط فيها المكرونة. حبايبي الصلصة ما اتسبكت والمكرونة خلصت اهيت. غسلتها سلقت يعني بعد ما اتسلقت صفيتها وغسلتها كويس قوي.
هحطها دلوقتي في التسبيكه، بس عشان برضو ماسكه التليفون وعشان ما اطولش عليكم هقفل وارجع لكم تاني. ودلوقتي يا بنات حطيت التسبيكه في المكرونه في التسبيكه، هقلبها كلها مع بعضها كده وارجع لكم تاني. وبعد يا بنات الكبده كده خلاص اطفى عليها، علشان لو غابت اكتر من كده يا بنات هتشد معاكم يعني تجمد. الكبده بتبقى نص سويه. الكفته اهي قربت تخلص. اول ما تخلص هدخلها الشوايه عشان احمر الوش بتاعها في الشوايه. مش هدخل الفرن البلدي النهارده، هعمل في فرن البوتاجاز العادي. والمكرونه بعد ما قلبتها خلاص اهي يا بنات كده المكرونه خلصت معايا الحمد لله رب العالمين. والكبده برضو خلصت معايا الحمد لله رب العالمين. والكفته لسه لها شويه صغيرين كده، وهدخلها الشوايه تتحمر. اول ما تشرب الصوص اللي فيها ده اللي هي الميه، هي نزلت بقى طعم الدهون فيه وكلام من ده، فخلتها طعمها حلو قوي. وبعد ما خلصت يا جماعه معانا المكرونه والكبده اهي والكفته اهي، حمرتها في الشوايه وغرفت المي بنتي. هي مي هتاكل كل ده؟ وعملت السلطه. انا عامله رجيم، انت بتكدبي على الناس. وهي عملت السلطه، انا ما قلتش مية تاكلها. ولقيتها بتقول لي انجزي يلا انا جعانه وعايزه اكل وعامله رجيم. فبتقول لي هو مش انا هاكل هاكل كل ده؟ مكرونه، انا هاكل سلطه وسبعين كفته. هي هتاكل سلطه وسبعين كفته يا بنات. ايوه اللي عايز يعمل رجيم زي مي ياكل سلطه بس وسبعين كفته. بس كده. الف هنا وشفا على مي وعلى احفادنا وعليكم جميعا يا رب، وعلينا وعلى اللي يعمل زينا يا رب. وربنا يطعمكم جميعا، وبحبكم في الله. سلام عليكم.